السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أذواق معلومات ونصائح. كما كتشوفوا معايا ناخذكم إن شاء الله في جولة ليلية، يعني بالليل، إلى مدينة أكادير السياحية الجميلة في هذه الأجواء الصيفية وفي هذه العطلة الصيفية. كما كتشوفوا معايا المدينة يعني جميلة جدا، نظيفة، الأضواء، الخضرة. مدينة حديثة، تم الإصلاح ديالها والتهيئة ديالها بواحد الشكل جميل جدا. أصبحت في واحد الحلة جميلة. كما كتشوفوا معايا هنايا القصبة ديال أكادير وفلا، وأيضا المنتجع ديال الألعاب المائية اللي يعني ولات بالإمكان أنك تصعد بالسيارة ديالك لأكادير وفلا. والشاطئ ديالها الجميل صراحة، كانت أجواء باردة بالليل. والبحر جميل، كيبقاو الناس يعني حتى الصباح. الأمن والأمان الحمد لله. مدينة سياحية جميلة بامتياز. مدينة تقع جنوب المملكة المغربية، وأغلب سكانها أمازيغ. مدينة اللي صراحة اللي جا ليها كيعشقها، نظرا يعني للنظافة وأيضا حتى الأمن. مدينة اللي ساحرة، يعني يمكن تبقى الليل كامل انت كتجول فيها. والمدينة اللي عندها واحد يعني مارينا، واحد مارينا قدير ايضا جميل جدا. وصراحة انا كيعجبني خاصة الاسماك اللي كيكونوا فيها هاد البركة المائية. ايضا مدينة اكادير الناس ديالها طيبين ويمكن يعني عندها الكثير من الشواطئ ديالها، شواطئ أورير، إيموران، أيضا إيمي والدار، إمسوان. يعني الشواطئ ديالها كلها نظيفة وجميلة، كتغري السياح الأجانب والمغاربة أيضا والمحليين. ومعروفة هي برياضة ركوب الأمواج. نخليكم مع الأجواء الجميلة لمدينة أكادير السياحية اللي كتعرف واحد الاكتظاظ كبير في فصل الصيف على امتداد العطلة الصيفية. وهي طيلة السنة كتعرف توافد العديد من السياح الأجانب. والمدينة كما كتشوفوا الشارع ديالها واحد الشارع يعني طويل، شارع محمد السادس. وايضا ملاعب القرب كتلقاها يعني في كل مكان، مفتوحة للعموم. ايضا الحدائق تم التهيئ ديالها بواحد الشكل رائع. صراحة مدينة كتغري ان السياح والاجانب ولا المغاربة انهم يزوروها. وايضا المدينة كتعرف اصلاح كبير للطرقات، وايضا الممرات يعني مدينه صراحه اصبحت بواحد الحله جميله 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 جدا. اللي زارها اكيد غادي يلاحظ هذا التغيير، ونتمنى ان اللي ما زارها يزورها. وبلادنا جميله الحمد لله. المملكه المغربيه من اجمل البلدان يعني العربيه والاسلاميه وايضا حتى العالميه. مدينة اللي شهد لها الجميع اللي زارها كيعشقها. كل مدينة، الحاجة اللي جميلة في المغرب أن كل مدينة كتختلف على الأخرى بالتقاليد، بالشكل، بالفولكلورات ديالها، يعني كاين واحد التنوع ثقافي جميل بالمملكة المغربية، وهذا كيشهد ليه الجميع. وايضا اكادير منطقه يعني جهه سوس مسا كتعرف ايضا واحد انواع ديال الفولكلور الغنائي احواش. وايضا كتعرف العديد من المهرجانات. كان قبل ما يعني كان مهرجان تيميتار والعديد من يعني الملتقيات الفنية والثقافية. والمدينة اللي يعني سكانها يعني كيرحبوا بالجميع. ومعروفة أيضا بالأكلات الشعبية وخاصة الأسماك. لأن المدينة عندها يعني جوج ديال الموانئ تجارية وميناء ديال الصيد البحري. ومدينة اللي كتعرف يعني العديد من الإصلاحات كما قلت لكم. وهذه الجولة يعني نتمنى أنها تنال إعجابكم. وشكرا لكم على المشاهدة وحسن الإصغاء. وإن شاء الله نتلقاو في جولة أخرى بحول الله. نخليكم مع هذه المناظر الجميلة.